وصفتنا النهاردة حلو ما بيختلفش عليه اتنين، وهو الرز بلبن. بيحبه الصغير والكبير، وبناكله في أي وقت ما بنقولش عليه لأ أبدا. في الفيديو ده هنعمله بكل تفاصيله اللي هتطلعه معانا أحلى من أي رز بلبن كلته بره. هنعمله بالشكل الحلو والوش المكشكش ده اللي بنحب نشوفه في طبق الرز بلبن. معايا كوباية من الرز. هنستعمل الرز المصري بتاعنا الحلو ده. ما ينفعش في الرز بلبن نستعمل الرز اللي الحبة بتاعته بتبقى طويلة، مش هتنشي وتدينا القوام الحلو اللي احنا عايزينه. هنشطفه شطفة سريعة ومش هننقعه، هنستعمله على طول. كل نص كوباية من الرز بتاخد كوبايتين من المية وكيلو من الحليب. أنا معايا كوباية من الرز هحط عليها 4 كوبايات من المية. هنرفعها على النار ومش هنقلبها خالص، مش هنحط فيها معلقة عشان الرز ما يلزقش. هنحرك الحلة بس بالراحة كده عشان الرز يبقى مفرود فيها. وأول ما تغلي هنهدي النار عليها ونغطيها ونسيبها لحد ما تتشرب المية بتاعتها، وتبقى معانا بالشكل ده كده. الرز مستوي كويس لكن مش معجن. هناخد من الرز بعد ما اتسلق معلقتين كبار مليانين، هنحطهم في طبق وهنسيبهم على جنب شوية. وهنحط على باقي كمية الرز الحليب. أنا مستعملة كوباية من الرز هحط عليه 2 لتر من الحليب، بس هشيل منهم حوالي كوباية هحطها جنب حبة الرز اللي شلناهم. ويفضل طبعا يكون حليب طبيعي كامل الدسم، بيبقى أفضل بكتير من العلب. هنقلب الرز كويس في اللبن علشان ما يلزقش في قاعدة الحلة. وهنحط عليه السكر. هياخد على كل كيلو من الحليب تقريبا كوباية الا ربع من السكر، ممكن اكتر او اقل حسب ما انتوا بتحبوا طعمه. هنقلب السكر كويس لحد ما يدوب، وهنظبط الطعم زي ما احنا عايزينه. هنهدي النار عليه نسيب الرز يسخن مع اللبن براحته وحجمه يزيد، وكل شوية هنقلبه تقليبة علشان ما يلزقش في قاعدة الحلة. وفي الوقت ده هنجهز الخليط اللي هيظبط طعم وقوام الرز بلبن. في الخلاط هنحط معلقتين الرز وعليهم كوباية الحليب اللي شلناهم على جنب، ومعاهم كمان هنحط نص كوباية من القشطة البلدي بتاعتنا بتاعت وش اللبن، وكيسين من الكريم شانتيه، أو ممكن نستعمل بدلهم كريمة الحلويات كوباية لكل لتر من الحليب. لكن أنا بفضل القشطة والكريم شانتيه بيدوا قوام وطعم حلو جدا للرز بلبن. هنخلط بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. الخليط ده بيخلي قوام الرز بلبن كريمي جدا وطري، لكن لو بتحبوه يبقى متماسك شوية ما يبقاش طري قوي، ممكن تحطوا كمان معلقتين من النشا مع الخليط ده. هنخلطهم لحد ما يبقى قوامهم ناعم وكريمي بالشكل ده كده. والحاجة بقى كمان اللي بتدي طعم وريحة حلوة جدا للرز بلبن هي المستكة. هناخد منها كام فص كده وهنطحنهم ناعم جدا. لو مش متوفرة ممكن نحط معلقة صغيرة من الفانيليا، بس ما نكترش الفانيليا قوي عشان ما تمررش. وكده اللبن سخن كويس جدا والرز كمان حجمه اتضاعف فيه. وهنضيف بقى عليهم الخليط اللي جهزناه مع التقليب باستمرار. هنلاقي قوام الرز بلبن بدأ يتقل شوية. هنضيف عليهم كمان المستكة أو الفانيليا، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. وهي غلوة واحدة بس، وهنقفل على طول ما بنسيبوش يغلي كتير. وده بيبقى قوام الرز بلبن كريمي جدا بالشكل ده كده، وريحته كمان حلوة جدا. القوام ده مظبوط قوي، مش عايزينه أتقل من كده، هو لما بيبرد بيتقل أكتر. هنغرفه بقى في الأطباق بتاعتنا أو الكاسات أو الكوبايات زي ما تحبوا. واحنا بنغرفه في الأطباق كمان هتلاقوا قوام الرز في اللبن مظبوط جدا. مش لازم نوصل بالمعلقة لآخر الحلة عشان نطلع الرز، هو ملفوف مع اللبن كله. وعلى بال ما نوصل لنص الحلة كمان هنلاقيه هدي شوية وقوامه تقل أكتر. عايزين نعمل منهم كام طبق ياخد لون حلو من على الوش. هنستنى لما الأطباق تهدى شوية وتعمل طبقة خفيفة على الوش. هنجيب معلقة من القشطة أو معلقة من الكريم شانتيه، هندوبهم في معلقة أو معلقتين من الحليب، وهنفردهم على وش الأطباق. هنوزعه كويس على وش الأطباق يعمل طبقة خفيفة. عايزين لما ندخلهم تحت الشواية الوش بس هو اللي ياخد لون، لكن الرز ما ينشفش من حرارة الشواية. هنجمع الأطباق كلها في صينية وهندخلها تحت الشواية، ونخلي بالنا ما نسيبوش كتير تحت الشواية، هو بياخد لون بسرعة جدا وبيبقى بالشكل الحلو قوي ده. هنسيب الأطباق كلها لحد ما تبرد تماما، ما نغطيهاش أبدا وهي سخنة، وبعدين نغطيها وندخلها التلاجة. ما تدخلوهاش التلاجة كمان من غير ما تغطوها، هتلاقوا الوش كله شقق. وده شكل الأطباق بعد ما خرجناها من التلاجة، واخدة الكشكشة الحلوة اللي بنحبها على وش الرز بلبن، واللي بتبين نجاح الرز وإنه معمول بمكونات مظبوطة جدا، وإننا غطيناه بعد ما برد تماما
ده كمان بيساعده إنه يعمل الوش الحلو ده. هنزين الأطباق بأي حاجة بنحبها ومتوفرة عندنا، شوية من مكسرات، سوداني، عين جمل، لوز، أي حاجة متوفرة. أنا باحب أكتر الشكل التقليدي بجوز الهند والزبيب، بيبقى طعمه حلو جدًا وبيفكّرني بالرز بلبن بتاع زمان. أو ممكن كمان نحط نوتيلا أو زبدة اللوتس أو الكراميل، كل الحاجات دي أفكار ممكن تستعملوها، بتليق معاه جدًا. وممكن طبعًا نسيبه سادة وما نحطش عليه أي حاجة خالص، بيبقى طعمه حلو جدًا. أنا من الناس اللي بتحب الرز بلبن بشكله التقليدي من غير أي افتكاسات جديدة عليه. نيجي بقى لأهم حاجة للطعم وللقوام، قوامه مظبوط وكريمي جدًا وطري، وطعمه أكتر من رائع. كل ما كان الحليب طبيعي وكامل الدسم وحاطين كمية كويسة من القشطة أو من كريمة الحلويات، هتطلع معاكم أحلى طعم للرز بلبن. جربوه بطريقتي وهتاكلوا أحلى رز بلبن، وبألف هنا على قلوبكم مقدما، وأشوفكم على خير.